السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعضينا القراقيش بمكونات سهلة جدا وبسيطة. حاجة كده بتدوب في البق، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا جدا. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. يلا بقى نبدأ ان شاء الله في المقادير. شوفوا عاملين ازاي، هنا اوريكم. هتشوف ما شاء الله عاملة ازاي، شوف بتدوب ازاي. حاجة كده ما شاء الله جميلة والله العظيم. يلا معايا نبدأ بقى في المقادير. معايا هنا بصوا كوب الا ربع لبن، هحط فيها معلقه خميره كبيره وهقلبها واركنها على جنب واسيب اللبن والخميره يتفاعلوا مع بعضهم. هنا معلقه كبيره خميره فوريه. هنا مرضتش احط المج اللبن كله لان نوع الدقيق المره دي عندي يختلف، فانا خفت احط المج كله ما يظبطش، فخلتني قلت خليها في مج الا ربع وبعد كده لو احتاج اضيف. هنا معايا معلقه سمسم، معلقتين سكر بودره، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعايا معلقتين حليب بودر. لو السكر البودرة مش موجود عادي حط سكر حبيبات، بس حطيها مع اللبن وقلبيها. هنا معايا معلقتين سكر بودر، معلقتين اسفه معلقتين لبن بودر. هقلب كل المكونات دي مع بعضيها. هنا انا هعجنها في العجان، لو انت مش عايزه تعجنيها في العجان وعجنيها على ايديكي تمام. هنا معايا نص مج زيت على نص مج زبده، بس هو ان الزبده عندي كانت سايحه فتحس انها زيت، بس هي زبده على زيت مخلطاهم الاتنين. هبدا بقى هنا بسهم مع بعض. بصي لو هتعجني بميه، لو ما عندكيش لبن وهتعجني بميه، معلقتين اللبن البودره اساسيين في الوصف، انما لو هتعجني بلبن مش شرط لبن البودره. شوف عملت زي الرمل ازاي. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. طبعا حبايبي مش هينسوني في الشير واللايك والسبسكرايب. هنا معايا الخميره اتفعلت هات مع اللبن، ده مج الا ربع، بس هو معايا هنا يحتاج ربع مج تاني، فانت خليكي في مج الا ربع. نحتاج حطي، ما احتاجش بصي معلقه بمعلقه علشان العجينه تظبط معاكي، لان الدقيق من نوع لنوع بيختلف. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. هنا انا حطيت الربع التاني. هنا العجينه معايا تبدا تلم هاتي. هنا بقى هبدا اختبر العجينه، اشوف هي عايزه سوائل تانية ولا كويس. هبدا اخد كوره كده على ايديا وابرمها واضغط فيها كده. لو لقيتها معايا زي كده يبقى كده تمام مش محتاجه حاجه. لقيتها شقت معايا هضيف لها معلقه لبن. هنا بقى هسيبها تخمر حوالي نص ساعه. معايا هنا بقى نص كيلو من العجوه، انا جايباها عجوه جاهزه من عند العطار. احط عليها معلقه زبده وابدا ادعكها. طب لو انت عندك العجوه معاكي ناشفه، على النار معلقه زبده على معلقه لبن وابدا ايه على النار كده فكيها.
هبدأ كده المها عشان الزبدة كلها توصل لها. وكده انا خلاص عملتها. هبدأ بقى هنا في فرد العجين، في فرد الاول العجون. هجهز العجوة هنا الاول. الطريقة بصراحة اللي بتبقى على الكيس دي بتبقى سهلة ان انت ترفعيها، انما لو عملتيها على الرخامة مش هتعرف تتمكني فيها، لان انت بتعمليها رفيع خالص رقيق، فكده الاحسن بالكيس. هنا بعمل العجينة بعمل التمر على قد العجينة اللي انا هعملها برضو بنفس السمك ده وبنفس الحجم ده، ولو في زيادات بشيلها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى هنا معايا العجينة، هبدأ بقى افردها برضو على كيس، لان الكيس هيسهل عليا كتير. هعين بقى من عليها الكيس واجيب قطعة العجوة احطها عليها. شوفوا رقيقة خالص ازاي. هجيب بقى الجنب التاني واروح حطها على العجين، وابدأ بقى اسوي الاطراف والزيادة عينها. اتمنى يا رب ان التصوير يبقى واضح وكل حاجة واضحة في الفيديو. هبدأ بقى اعين الكيس كده وابدأ بقى اتخلص من الزيادة كلها، والزيادة اللي انا هاخدها مش هرميها، انا هعملها بس ما تضيفهاش مع العجين التاني، يعني خليها اللي هو فيها العجوة دي خليها لوحديها واعمليها اشكال لوحديها، ما تدخلهاش في العجين. بصراحة طعمها روعة بجد، جميلة اوي هتعجبكم، بس انتوا التزموا بالمقادير وهتطلع معاكم هايل. كده انا عينت الزيادة كلها هنا بقى، وهي كده دي المفروض كنت انا ده حطيت السمسم ماشي، المفروض كنت دهنتها بالفرشة وحطيت السمسم، بس النور كان قاطع بقى واللخبطة والجو حار، وانا كنت اصلا نص العجينة اديكها، انا لما النور قطع عملتها وجهزتها وخليت دول عشان القطعة دي عشان اعملها معاكم. فطبعا لما نسيت قلت مش مشكلة بقى انا هعملها زي ما هي كده. فانا قطعتها وجبت معلقة مية على نص معلقة سكر ودوبتهم في الكوباية، وابتديت اخد بالفرشة وامسح عليها كده. حاجة بسيطة خالص، لو مش عايز تعمل الخطوة دي عادي ما تعملهاش، بس انت لو حابة تحط سمسم قبل ما تقطعيها وتخرطيها اعمليها بالمية ورش عليها السمسم. هنا خدت معلقتين مية على نص معلقة سكر، والخطوة دي مش اساسية خالص، يعني انت لو عايزة تحط السمسم بتستكفي بالسمسم اللي جواها خلاص. ببدأ بقى امسح حاجة بسيطة خالص كده بالفرشة، وبروح واخدة السمسم وعاملاها على الوش. انا لو كان عندي بقية العجين كنت عملتها معاكم، بس للاسف النور لما قطع انا عملت نص الكمية وصبت نص الكمية. ابدأ اهو كله شغال مفيش حاجة بتقف، ربك بيسرها ان شاء الله. هبدأ بقى بالنشابة، هضغط ضغطة خفيفة خالص علشان السمسم ما يعش منها. بصوا حاجة بسيطة خالص لا تذكر،
تخلي بس السمسم يمسك لي في العجين. ابدا بقى انا معايا صينيه هنقولها فيها، واسيبها تختمر لمده ربع ساعه، وادخلها الفرن على درجه حراره 200. لو الفرن بتاعك فيه مروحه يبقى مش محتاجه شوايه، ما فيش يبقى تحطيها من تحت، ولما تستوي من تحت طلعها فوق تحت الشوايه تاخد وش. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم. شوفوا ما شاء الله العجوه جميله فيها، ما فيش حته فيها ما فيهاش، كلها فيها، معموله بسمك كويس، برغم ان احنا نسينا نعمل السمسم بس ظبط. وكده خلاص كنتوا طيبتوا. اتمنى يا رب ان ينول اعجابكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا لي في القناه، فضلا منكم وليس امر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.